السلام عليكم وعشركم مبروك، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم جيت نشارك معكم غريبة أولا معلكة ديال اللوز والكركاع كتجي رائعة بزاف. نشارك معكم مقادير: عندنا 250 غرام ديال الكركاع وهذاك الكركاع للتزيين، عندنا 250 غرام ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال الكوفيتير، 2 معالق كبار ديال الدقيق، كاس سنيدة، وجوج بيضات، وواحد الخمارة، واحد الفانيا بنكهة ديال بالليمون. اولا الا ما عندكمش ديروا غير فاني وقشورة الليمون اولا قشورة الحامض. هنا كما كتشوفوا اللوز ديالنا ولا الكركاع كنطحنوهم في الهاشوار كما كتشوفوا كيكونوا بحال هكا. ما كنديرهم لا في الفران لا والو، نيشان كنطحنوهم. انا كنديرو في واحد طاسه هكا، كنديرو النواشف كامل، سنيده، الفاني، الدقيق، وكنخلطو مزيان مع داك اللوز والكركاع مزيان حتى كينسجم، كلشي كينسجم. هذاك هو السر من الأسرار ديالها، أنك خصك تخلطي المكونات مزيان، كل مكون تخلطيه مزيان. عاد من بعد كنزيدو 2 معالق كبار ديال الكونفيتور وكنخلطو مزيان كما كتشوفوا. من بعد غنزيدو البيض. غندير في الأول بيضة وحدة، من بعد عاد غندير هنا خمارة، نسيت راه درت غير واحد الخمارة البنات، غير خمارة وحدة راه كافية صافي. أنا قلت لك البيض كنديرو بيضة، عاد من بعد غنشد البيضة الآخرى غنطربها وغندير غير نص حيتاش أنا عندي البيض كبير. إلا كان البيض صغير غنديرو 2، كان كبير غنديرو غير وحدة ونص. دابا تشوفوا كيفاش في الفيديو غيبان لكم. ما خاصهاش تجي جارية وما خاصهاش تجي قاصحة بزاف، المهم هاكا كيما كتشوفوا راه باين مزيان في الفيديو بحال هاكا. شتي أنا غنضيف غير نص ديال البيضة صافي، حيتاش إلا درت البيضة كامل غيجيني جاري كتر. صافي خصها تجي بحال هاكا، المهم مجموعة ما قاصحة ما رطباش بزاف، صافي بحال هاكا. المهم غناخدو هذا، أنا باش نقادوها كنديرو، أنا كندير في يدي مزهر، يا إما مزهر أولا بيض البيض. المهم أنا كندير مزهر، كنشدها كنحطها نديرها في السكر كلاصي بحال هاكا. هذا سكر كلاصي سبيسيال ماشيش العادي، سبيسيال. وعاد من بعد ملي كنكورهم هكا كويرات كنديرهم ندير فوق منهم كركاع، نص كركاعة أولا ربع كركاعة ولا لوزة، المهم نتوما على حسب الموجود اللي عندكم. وصافي غندخلهم للفران، الفران كيكون سخون من قبل، كنسخنوه من بعد كنقصو أنا كنديروه على 180. مني كيكون سخون على 180 من بعد كندير ملي كنبغي نديرها كنقص حتى ل160، تقريبا 20 دقيقة. كديريها من الفوق إلا عندك فران فيه الفوق والتحت كديرها هو الأول الفوق، إلا كتبان لك كتشقق كتهبطيها لتحت. ما عندك الفران فيه الفرفارة كديرها الوسط وكتخليها 20 دقيقة غتشقق وغادي طيب دغيا. راه دغيا كطيب البنات ودغيا كتوجد هانتوما كتشوفوا راه كتجي رطبة واعرة في المذاق، جات بنينة بزاف، أنا عجبتني. أتمنى تعجبكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.